السلام عليكم، يا هلا ويا مرحبا بكم. وصفة خبز جديدة ومفاجأة للناس اللي ساعات ما توفر عندهم خميرة أو اللي ما يقدرون على الخميرة. هذه الوصفة جدا راح تفيدكم، طعمها طيب وطرية، اللي يحب الخبز الطري واللي يشبه خبز الحنطة أو القمح العادي جدا يشبهه. راح تشوفون. طبعا حبايبي، أحب أشكركم على الدعم وأحب تستمرون بهذا الشي. ويلا يا حلوين، لايك، واللي ما يشترك يشترك، وشاركوا الوصفة ويا اللي يحبها، ونريد من عندكم تعليق حلو، ويا ريت دعوة حلوة من عندكم، رحمة والدين لكم وإن إن شاء الله يا رب. وراح نبدي إن شاء الله بالوصفة هسه، بس بعد ما تشوفونها. شوفوا ما شاء الله سوينا من عندها صمون مثل الصمون الحجري العراقي، والخبز مثل الخبز اللي ما شاء الله العراقي اللي تقدرون تسوونه، أو خبز العيش اللي تحبون. بالوصفة هاي يصير كل شي، وراح تشوفون اكو مكون سحري نستخدمه بيها، راح يفيدنا ويسوي الطعم طيب ويسوي طراوة. نبدي بسم الله. نستخدم أي ميكس موجود عندكم زين. تقدرون تستخدمون التركي العادي، التركي الجديد جدا راح يفيد. بس أنا عندي هذا الإيطالي النوتري فري الخاص بالخبز، طبعا غني عن التعريف، ما شاء الله عجينته وشغله، الشغل بيجنن، خاصة الإصدار الجديد. راح استخدم من عنده كوبين. والمكون السحري مالنا هو الروبة، الياغورت، الزبادي نفسه أو اللبن شو يسمونه. هذا هو المكون السحري. طلعته قبل ساعتين، لازم يكون بحرارة الغرفة، مو بارد حبايب قلبي، ولا تسخنونه غلط لأن يخرب. ونستخدم معاه يا اما البيكنج باودر يا اما البيكنج صودا. بيكنج باودر راح تكون ملعقة صغيرة، واذا بيكنج صودا نص ملعقة صغيرة. راح نضيف الروبة بالتدريج. انا محضرة كوب وراح نشوف احتمال نحتاج اكثر من عنده. هو عموما المفروض بقدر نصف كمية الطحين. أنا شفته طبعا، هو هاي الوصفة من زمان على قناة بنية يمنية اسمها قناتها مطبخنا اليمني، تسويها بالطحين العادي. كنت أسويها لبنتي من ما يتوفر عندي خميرة، وجدا تفيدني. يعني حتى بالبيكنج صودا تفيد، ملعقة، نصف ملعقة صغيرة كلش كافي، وتخلون وياها يعني عصرة ليمون يعني، أو قليل ذرة من لامندوزي، تفيد الصودا. هنا ما كفاني الكوب، شفتوا ضفت كل الكوب مالت الزبادي. ضفت بعد ملعقتين وظليت أعجن. لازم أعجن كل زين لمدة 5 دقايق. بعد راح أضيف طبعا ربع ملعقة من الملح لأن نسيتها في البداية، بس هسه أضيفه وأستمر بالعجن مدة 5 دقايق. نعجن كل زين لحد ما تصير عجينتنا مثل المطاطية. ضفت هنا الملح. وقلت لكم مهم الزبادي يكون بدرجة حرارة الغرفة، تطلعوه قبل ساعتين. شوف ايش قد يصير مجرد درجة حرارة الغرفة، لا تسخنونه يخرب الزبادي من السخن. شوفوا العجينة شلون صارت ما شاء الله مطاطية من العجن الزين. طبعا تبللون ايدكم وتعجنون احسن بالعجن، بس تبللونها تبليلة خفيفة، يعني مو هواي تقربون العجينة. نريدها العجينة تنعجن فقط بالزبادي. هنا خليت العجينة، هنا سويتها شكل اسطوانية، وراح يعني اقطعها واكور مثل كل مرة. نلم هالعجينة من ورا. أنا أكورها هيجي، كل واحد يكور مثل ما يعجبه. أكو يعني يكورون بمي براحتهم، بس ديروا بالكم لا يكون المي هواي حتى بالعجن. يعني مجرد تبليل الإيد وننزل منها، يعني نقطها بالمي وننكت مثل ما يقولون الزايد من تعجنون. كورناهن ناكلهن، واثنين من عدهن راح أسويهن على شكل الصمون. مجرد القطعة أخذها على طول وأشكلها على هذا الشكل. شوفوا، راقبوا. إذا تحبون تفردونها وتقصونها مجرد قص عادي براحتكم تقدرون. أنا هذه طريقتي. وخلي إذا بيها طيات لي جوا ويعني وشوية أضغطها. راح أبدي نفرد. نبدي بسم الله. هاي طريقتي بالفرد. أخلي رشات طحين خفيفة أسفلها وأعلاها كلش خفيفة، لا تخرب خبزتي. وأفرها وأضغط ضغطات كلش خفيفة بالشيبك. ديروا بالكم لا تضغطون ضغطات قوية تلزق عجينتكم وتخرب الخبزة. لا، الضغطات تكون خفيفة، أمشيها بصورة يعني مثل ما يقولون سلسة، وحركة رشيقة على كيف نمشيها. شوفوا صارت هاي السمك مالتها سمك الريدة زين، لا تخففونها زايد، أفضل تطلع عندكم حتى بعدين بالانتفاخ ما تخرب. هاي الثانية هم قدامكم حتى تشوفونها، اللي يعني مثلا ما شايف الوصفات السابقة. أنا بنفس الطريقة. وشوفوا ما شاء الله يعني ما نحتاج نقصه، لأن بالطحين الإيطالي هذا ما شاء الله كل زين، ما نحتاج نقص الأطراف. والصمونة هيك راح أفردها بهذه الطريقة. الضغط على كيفكم، لا تخفونها من الوسط، يكون مستوي السمك مالته. تحاولون من جميع الاتجاهات، مرة عرض مرة طول نفرد لأن ما تصير عندنا بهذه الطريقة. صفطتهن هنا على هذا المكان، وراح أغطيهن بلاستيك عادي وفوطة مطبخ، وراح أخليهم مدة نصف ساعة يرتاحون كل زين. بعدها راح أحمي الصاجة مدة 5 دقايق على نار متوسطة، وأبدي أخبز. هاي بعد ما ارتاحوا نصف ساعة. وطبعا نقلب. أنا هنا طبعا راح أقص من الفيديو، ما أقدر أخليه لكم كلش كامل لأن راح يكون كلش طويل.
أول ما تصير يعني فقاعة صغيرة وتشمع من جوا نقلبها أول قلبة، ونستمر كل ساعة نقلبها شوي، النار متوسطة وتحكموا بيها حسب الطباخة مالتكم. اللي عنده خبازة طبعا راح تطلع ممتازة، وهم قلبوه بالخبازة، هم قلبوه. شوفوا ما شاء الله هسه شلون بدأت تنتفخ. مادام خليناها ترتاح وأجلناها كل زين، وضفنا مادة رافعة بسيطة اللي هي بيكنج باودر، كمية قليلة طبعا مثل ما شفتوا. أنا مجربة أعجنها بس بروبة وهم تنجح ترى، بس بالبيكنج باودر النجاح مالتها أفضل أكثر، يعني يكون الانتفاخ. أنا عاجنة بس بروبة ومسويتها ساعة ما يتوفر عندي شغلات يعني وعاجنة، بس ساعات أضيف البيكنج صودا. البيكنج صودا كلها مسموحة. شوفوا ما شاء الله قمة بالروعة، انتفخت وصارت تجنن. نعمل الثانية بنفس الطريقة، بس مجرد تشمع من جوا وتظهر لنا الفقاعات تبدي نقلبها. إذا إن شاء الله ظاهرة بالتصوير، ونظل نقلب بيها. النار تكون متوسطة، لا تنحرق خبزتنا. نظل نقلب بيها. تريدونها مثل الخبزة العراقية تتنفخ، لا تضغطون عليها وخلوها بس مجرد تتنفخ هيجي وتاخذ لون وتشيلوها، تصير نفس الخبز العراقي. هم روعة ما شاء الله. شوفوا بهاي الطريقة انتفخت كلها قمة بالروعة ما شاء الله. طبعا ما خليت أنا زيت، أكو ناس يخلون زيت، براحتكم إذا تحبون تضيفون زيت. أنا ما أضيف زيت كل مرة، هاي طريقتي. نفس ما اشتغلت مثل ما قلنا بهاي القناة اللي شفتها سابقا من زمان، أنا شايفتها الوصفة ما شاء الله. وهسه راح نسوي هم الصمونات بنفس الطريقة، هم نقلبهن وهم ما شاء الله راح يفتحن كلهن. هم راح تفتح كلها. لو بالخبازة ما شاء الله يكون أفضل، وانتفاخ يصير يجنن. اللي عنده خبازة من هذه الصناعة، يعني الصناعة المصنعية مو الصناعة اليدوية. أكو صناعة اليدوية يعني هذيك تطلع مثل الخبز العراقي أزيد، لأن حرارتها كلش عالية. بس هذه راح تكون أفضل، يعني تطلع لك إذا تريدين الخبز منفوخ والصمون منفوخ. شوفوا ما شاء الله نفخن الصمونات والخبزات، طبعا منتهى الروعة. طبعا طعمه جدا طيب، يعني أنصحكم تجربونه وتشوفون طعمه طيب. طري جدا، يحب الخبز الطرية، تشبه خبز القمح يعني أو الحنطة. شوفوا ما شاء الله. هاي راح افتح لكم الصمونات، تقدرون تسوون بيها لفات فلافل. أول شي اللي تحبونه طبعا. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، أتمنى تستفادون منها. لما ما يكون عندكم خميرة تستعملون إذا عندكم بيكنج باودر، بيكنج صودا، ويا الزبادي اللي ما يتحمل لاكتوز. هذا أصلا الزبادي بلاكتوز أقل يكون من الحليب والأجبان وهذه، فتقدرون همين. بس اللي كلش عنده حساسية قوية من اللاكتوز لا يعذرنا، يستخدم الطريقة العادية. بس أتمنى يعني إنها تفك أزمة، تحل أزمة، وإنها تكون لأن يعني أطرى يكون الخبز وطيب. وأتمنى تكونوا استفاديتوا حبايب، وشكرا لمتابعتكم.